السلام عليكم. في زيارة للمتحف المصري شد انتباهي طبعا أشهر تمثال اللي هو تمثال الكاتب المصري القديم اللي هو جالس القرفصاء. وطبعا زي ما احنا عارفين انه كانوا بيهتموا جدا بالمعرفة. وهنلاقي انه ناس كتير من الفراعنة الملوك كانوا بيحبوا يخلوا تمثال ليهم مجسم كده يعني على شكل جالس القرفصاء دي، لان هما كانوا بيهتموا جدا بالعلم، وكانوا عاملين له عيد المعرفة واللي هو عيد العلم زي عندنا دلوقتي. وهنلاقي ان هو جالس القرفصاء وعلى يعني على رجليه موجودة الورقة اللي هي ورقة البردي، اللي هم أول ما اخترع الكتابة على ورق البردي. وكمان عنده القلم كان من ريشة الطيور اللي هو الأوز اللي هم راسمينه على المعابد بتاعتهم كلهم. والألوان دي كانت بتبقى من المعادن، فتبقى ألوانها جميلة زي ما انتم شايفين وثابتة. رقبته كده زي ما يكون في صدره كان فيه قلادة وحد نزعها. ونظرا لقيمة التمثال عند الفراعنة احنا كمان خلدناه على العملة بتاعتنا.